والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستنى في حديثنا السلسلة الخاصة بالمسلمات الطبية. أكيد في حد فينا سمع إن فلان الفلاني جاله فتق، أو فلان الفلاني وهو بيشيل حاجة تقيلة جاله فتاك، أو فلان الفلاني بعد ما عمل عملية جراحية جاله فتق مكان الجراحة. عشان كده النهارده نتكلم عن موضوع الفتاك. طب الموضوع الفتاك إيه أنواعه؟ إيه مسمياته؟ ايه اسبابه؟ ايه علاجه؟ ايه علاقته بمجال الاجهزه والمسلمات الطبيه؟ الفتاك او الفتق هما حاجه واحده، بس طبعا عندنا في الاقاليم وفي الصعيد بنقول عليه الفتاك، في القاهره بيقولوا عليه الفتق، حتى الدكاتره والاطباء بيقولوا، بعضهم بيقول الفتاك وبعضهم بيقول الفتق، حسب طبعا ايه لهجه كل حد فيهم. يبقى هما الاثنين حاجه واحده مش حاجتين. طب النقطه الثانيه، ازاي بيحصل الفتق؟ هو عباره عن ايه الفتق اساسا؟ الفتق او الفتاك بيحصل بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى بروز حاجه كده في البطن لبره، حاجه عامله زي الكلكيعه طالعه لبره. طب بيحصل ليه كده ازاي؟ عشان نعرف بيحصل كده ازاي لازم نعرف طبقات البطن، والموضوع ده بيحصل في اي طبقه بالتحديد، وبسبب ايه بالتحديد؟ البطن عباره عن 3 طبقات. الطبقه اللي من جوه خالص اسمها طبقه الغشاء البروتوني، الطبقه اللي بعدها طبقه العضلات، الطبقه اللي بعدها الجلد. بيحصل ازاي؟ في حاله ضعف عضلات البطن مع وجود ضغط على البطن، فبيحصل بقى الاحشاء دي بقى تبدا ايه تنفذ وتتخطى منطقه العضلات لبره، الشيء وبالتالي تبقى بارزه لقدام بشكل كلكيعه. طيب الضغط على البطن زي ايه؟ حد بيكح لفتره طويله جدا، ده شكل نوع من انواع الضغط. حد عنده امساك لفتره طويله جدا برضه بيشكل نوع من انواع الضغط. حد شغله يعني في جهد كبير بيشكل برضه ضغط على البطن. حد بيمارس رياضه عنيفه جدا بيشكل ضغط على عضلات البطن. ففي المسببات دي موجوده زائد ضعف عضلات البطن، بالتالي يحصل ايه؟ الفتاك. طيب النقطه الثالثه اللي عايزين نتكلم فيها ايه العلاج؟ العلاج عن طريق التدخل الجراحي. بيبدا الطبيب يشوف بقى الفتق عامل ازاي. لو الجزء اللي طالع بره ده خلاص ما فيش اي مشكله، ما حصلش اي حاجه، الطبيب بقى بيدخله لجوه وبيعمل كده نوع من انواع الدعامه ويبدا يخيط. طب في مشكله بقى في الجزء اللي طالع بره ده، بيعالجه الطبيب برضه، بيحدد الطريقه المناسبه وبيتابع شغله. طب النقطه الرابعه او السؤال المهم جدا بيطرح نفسه، طب ايه علاقه الكلام ده بمجال مستلزمات الاجهزه الطبيه؟ في بعض الحالات اللي عندها مثلا مشكله في الصدر، عندها مشكله كبيره جدا مثلا في القلب، عندها مثلا بتكح بشكل رهيب جدا، او حد كبير في السن ومش هيستحمل التدخل الجراحي في الوقت الآني فتتأجل العملية. في الفترة ما قبل إجراء العملية لو أنا سبت كده الفتاك كده مع نفسه مع الكحة الشديدة هيحصل الألم، هيشد كل شوية الفتاك هيطلع لبره أكتر وأكتر، ومع الكحة زي ما شايفين كده الفتاك بيطلع أكتر. يعني حتى يعني استوقف كده حديثي لحظات نشوف بقى كده ازاي الكحة بتأثر على الفتاك وازاي بتخليه بيبرز لبره أكتر زي ما انتم شايفين كده. عمو كمان كمان كحة. طيب ماشي سلامات. شايفين يا جماعة الكحة بتخلي الفتاك يطلع لبره أكتر وأكتر. كمان لو مثلا حد كبير في السن برضو الموضوع مش ينفع تدخل جراحي، فما ينفعش برضو يسيب الفتق كده مع نفسه، فبالتالي بستخدم حاجه اسمها حزام الفتق او حزام الفتاك. يا ترى هستخدم الحزام ده طبعا لفتره معينه لغايه ما يتم اجراء العمليه. في بعض الحالات حد كبير جدا في السن والعمليه قد تكون بالاستحاله بالمكان، فيضطر يستخدم الفتاك دي الفتره الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال هنا بيطرح نفسه، يا ترى الفتاك ده او الفتق حاجه واحده نوع واحد ولا انواع مختلفه؟ لا انواع مختلفه الحقيقه. في نوع من مثلا الفتق الجراحي ده بيحصل اساسا عاده بعد العمليه الجراحيه، حد عمل عمليه جراحيه وبقى بيحصل ايه مكان الجرح حصل فتق. في فتق اسمه الفتق السري عند السره، منطقه اسفل السره اسمه الفتق السري. في نوع ثالث اسمه الفتق القربي، ده بيبقى في المنطقه ما بين الساق واسفل السره، وعاده بل غالبا الفتق السري بيبقى في السيدات اكتر، الفتق القربي بيبقى في الرجال اكتر. طيب الفتق اللي هو السري بنستخدم معاه الحزام ده، اما الفتق القربي بنستخدم معاه الحزام ده. الحزام اللي اسمه الفتق اسمه ايه؟ حزام الفتق القربي، اما الاولاني اسمه اللي هو ده اسمه حزام الفتق.
عموما. طيب بكده يبقى احنا اتعرفنا على نقطة في غاية الأهمية. لو حد جاله فتق يا ترى يستخدم حزام الفتق كده من نفسه ولا بتوصية طبيب؟ رقم 2، يا ترى حزام الفتق أو حزام الفتاك ده خلاص بيعالج وسيلة علاجية ولا وسيلة مكملة؟ جاوبنا على الأسئلة دي وتعرفنا إن الفتاك الحل الأمثل ليه الجراحة، لكن في بعض الحالات إن القليلة اللي ما ينفعش أعمل فيها عملية جراحة، لا هي مش قليلة الحقيقة، في الحالة دي بضطر استخدم حزام الفتاك. كمان بعض الحالات اللي لازم أجل عملية في أثناء الفترة ما قبل العملية برضو بضطر استخدم حزام الفتاك. بكده يكون انهينا حلقتنا. اتمنى كنا في الدكتور الحلقه فعلا يعني كلكعه شويه، بس اتمنى تستفيدوا منها باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.